نتيجة مش وحشة. عامة التعادل بره الإيجابي نتيجة مش وحشة، مش ممتازة بس مش وحشة، خصوصا إن أنت كنت ممكن تخسر طول الشوط التاني. أوتوهو ضغط عليك ضغط غير طبيعي، وده أعتقد تراجع بدني غير طبيعي للزمالك حصل نتيجة كذا حاجة: ضغط الماتشات، السفر، الصيام، ملعب، الشمس. كل ده مش عايزين حاجة. احنا طلعنا نتيجة كويسة، ومعتمد جمال عمل اللي عليه، يعني قدر يريح الناس اللي بتلعب اساسي ويبدأ بالناس التانية ونزل التانيين في الدقيقة 60، ويقدر يعمل. تخيل في ظل هذا السكواد، يعني اللي يا دوبك انت بزائق بيه بتقدر برضه تعمل روتيشن وكده، فدي حاجة ممتازة حقيقة يعني. زي ما قلت لك نتيجة كويسة مش وحشة خالص، ان انت ان شاء الله ترجع مصر تكسب باذن الله. ولكن انا مش عايز الثقه الزياده دي، لان انت الفرقه اللي انت بتلعبها كويسه مش وحشه. يعني احنا لما جت القرعه وفرحنا ان احنا وقعنا معاها على اساس ان هي اكتر اسم غير معروف، احسن ما كنت تقع يعني مع فرقه شباب بلوزداد ولا تقع مع اي فرقه من المغرب العربي. فده كان هيبقى احسن لك. ولكن الفرقه دي كويسه، ضغطه طول الماتش، بتجيب بتهاجم، عندها كوره، فرقه هجوميه جدا على ارضها، شرسه جدا، كسبت شباب بلوزداد اللي هيلاعب المصري، ودي فرقه كويسه قويه وكويسه 4-1. فالماتش الوحيد اللي خسروا 4-1 في ارضها، ففرقه شرسه جدا على ارضها. فان انت تطلع معاها 1-1 دي نتيجه كويسه مش وحشه، في ظل ان انت تيجي تلعب هنا تكسب، مش تيجي هنا بقى يحط فيك جون وتعرب الماتش. وذكريات ستالنبوش، احنا ستالنبوش كنا متعادلين هناك 0-0، قلنا نتيجه كويسه. 1-1 نتيجه احسن، لان 0-0 نتيجه خادعه، يخش فيك جون تتقلب عليك انت على ارضك. ولا لكن 1-1 نتيجة كويسة في ظل الظروف. أنا دايما بقول التعادل مش نتيجة كويسة ومش ممتازة، النتيجة كويسة إن أنا أكسب، ولكن في ظل الظروف معقولة. بس النتيجة ما تنيمنيش. هلعب الماتش الجاي يوم الأحد هنا في مصر، هيبقى عندي خلاص، هيبقى في العيد كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلص، هيبقى خلاص الناس خدت نفسها شوية، ما عندكش حجة. اللقطة اللي فتوح النهارده بيشرب ولا بيتمضمض واخدة جدل يعني ملوش أي لازمة، إحنا ملناش دعوة. مش عشان اهلي وزمالك، ما تخشش في القصه ده عشان اهلي وزمالك. المفروض اللي احنا عارفين لعيبه صايمه، فيهم ناس فطروا ناس فطروا. انا شفته بيتمضمض، انا شفته تف المايه من بقه. في ناس تقول لك لا بلعها، هتفرق معانا في ايه؟ احنا مالنا؟ احنا بلاش تخش في خناقه الاهلي والزمالك في الدين، بلاش تدخلها في نوايا الناس. سيب البيتجات، سيب الاهلي اليوم وماجيكانو والناس اللي بتاكل عيش على الريتش وعلى الحاجات دي، ده شغلهم واكل عيشهم وبياخدوا فلوس من الحاجات دي. وافتكر الموضوع ده، لما انت تخش تتخانق مع واحد تسيب له الدين وانت صايم، بتعلي ريتش البوست فبياخد هو فلوس، انت بقى بتكسب ايه؟ هيفرق معاك ايه صايم ولا فاطر؟ يعني ما تخليش اهلي وزمالك يخشوا في القصه دي. ما هو لو لعبت الاهلي هتدافع عنها، ولعبت الزمالك تشتمها عشان صايمين وفاطرين.